هلا وشلونكم اخباركم؟ تعالوا وياي حتى اسوي لكم حلويات جدا سهله وبسيطه، اهم شيء الحلويات الرمضانيه تكون خفيفه وتكون بارده على مود على السريع نسويها. اول شيء نحتاج الى عندنا هنا الشمائل البسكت، تمام، والبسكت المالح والبسكت الشاي العادي. نحتاج الى كريم شانتيه وكريم عندنا مال كريم كراميل، تمام، ونسكافيه على مود نغمس فيها. عندنا البسكت واكيد حليب المكثف والكريمه والشعريه الباكستانيه. هذه المكونات اللي راح نحتاجين كلهن احنا. تعالوا حتى نبدأ بالصلصة مالتنا، تعالوا نشتغل بيها بأريحية. أول شي راح نضيف الظرف مالت الكريمة، نضيفه هنا. بعدها الظرف مال الكريم كراميل. بعدها حليب مكثف، هاي كلش كافي من يمه، حليب المكثف، تمام. على مود ما نريد حالاتها كلش قوية تصير، راح أضيف هنا القشطة، هاي كلش كافي من القشطة، تمام. هسه راح أبدي أخلطها كلها مع بعض على مود تصير تتجانس كل المواد سوا وتصير عندي إياها مرتبة. ونضيف لها شوية مي أو حليب إذا عندكم، مو مشكلة، تمام. بعد ما خلط كلش زين، شوف شلون صار عندي القوام. اللي يريد أخف القوام يقدر يخليه أخف، مو مشكلة. هسه راح أفرغ هنا، تمام. راح أفرغها هنا وأسوي بيها كلها على البايركس بهالترتيب هذا، أوكي عيني. بعد ما سويت بهالشكل هذا ناخذ من البسكيت اللي وين بالقهوة، أوكي، ونجي نصفطه هنا بهالشكل هذا. كل الكمية اللي عندنا نسويها بهالترتيب هذا على مود تنطيه نكهة كلش طيبة. وأهم شي البسكت يكون. أكمل وأرجع لكم. وهسه هنا نجيب الشعريه الباكستانيه مالتنا بعد ما حمستها كل زين على النار. طبعا نجيب الطاوه خليت بيها الشعريه، ما خليت لا دهن ولا غير شيء، فقط الشعريه بالطاوه على النار. سويت تغيرت اللون مالتها وبديت اشتغل بيها. لا تخلوا لها غير يعني فقط بس الشعريه بالطاوه، تمام عيني. هنا راح نجيب الكريم كراميل ونبدا نفرغ بيه بهالترتيب هذا على مود يصير كلش تمام، والطعم مالته خرافي. اي شكل تحبون تزينونه زينوه بي واللي يعجبكم، لان طعمها كلش طيب. وهسه هذه الشكل النهائي، نقول بسم الله. اوكي، شلون هي هذا؟